حاكم تونسي يرفض التطبيع. بس هذا الحاكم سوف يغير رأيه، وأنا بقول لك إياها. أول شيء مين بيحكم؟ يعني الحاكم نعم، لكن هناك فرنسا، هناك أمريكا، هناك السعودية، هناك كل هذه الدولة سوف تضغط عليها. هذا أولا. لم تستطع الدول الغربية وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن ثني الرئيس التركي بالتراجع عن مواقفه. هذا لحظة شوي. قيس سعيد، كل من أنا تابعت وقرأت يعني اهتميت بشخص هذا الإنسان، ولم أترك أي ملحوظة عنه أو أي معلومات عن هذا الشخص لم أقرأها في الأسبوع الأخير. وأقول لك بأن يعني هنالك أمال يعقد عليه الكثيرون في الشعب التونسي بأنه يمثل تونس الصامدة رافعة الرأس التي لا تخضع لأي طرف كان. ألا تخيف الرأي بنتائج دكتور إيدي؟ هذا الرئيس يعني بدل ما يجيب الديمقراطية لتونس، بدل ما يظبط الاقتصاد، بدل ما يفتح في عندهم كمان إرهاب، بيهتم لك بإسرائيل. يعني هل هذا منطقي؟ منتخب يومين انت بتحكي وكأنه هذا منطقي؟ يحكي عن الاقتصاد. لسه بس يوم امس بينت النتائج بشكل رسمي. عن إسرائيل يا سيدي. هو يعني لماذا تكلم عن إسرائيل إلا كسب الأصوات؟ انما أنت تعارض نفسك. يبقى انت تقول وكأن الشعب التونسي هو شعب متشدد ولا يريد التطبيع، لذلك هو حاول أن يبيع يكره إسرائيل، ونحن شفناها، وفيه تفاد ضد إسرائيل، وهذا الوتر الحساس. كل الشعوب يعني مغسول دماغها 50 سنة. كيف بدك ما بتكره إسرائيل؟ أنا لما بسمع الراديو بالعربي بكره إسرائيل، مشان بيعملوا لك غسيل دماغ يا زلمة. شوف، هو لاعب على الوتر الحساس، جاب رئيس مثل ما عمل السيسي منافس يعني مثل الصورة، وحطه بالحبس وقال له سأفرج عنك. هو اللي حطه بالحبس. مين حكى؟ يعني انت استاذ لا دكتور، يعني انت مثقف، ان تقول وكأن قيس سعيد الذي كان انسان بسيط وعادي يعني مرشح بالانتخابات، ان تقول بأنه هو من وضعه في أسلمته. حركة النهضة هي حركة إخوانجية، هو إخوانجي بس لا يريد أن يقولها، لا يريد أن يعترف بذلك، عم بيلعب ملعوبة. وأقول لك الصريحة، تونس كانت من أول وأكثر المتعاطفين والمتعاملين مع دولة إسرائيل. شفنا كيف ساعدتنا بأبو جهاد، شفنا كيف ساعدتنا بالخميس بأن هي من احتضنت القضية شو اسمه هذا هلا قلت الوزاري هل تم اغتياله من 3 سنين تبع حماس، هذا بيعمل طائرات. نعم.